بسم الله الرحمن الرحيم. صباح الفل. عاملين ايه يا حبايبي واخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وبعافية ان شاء الله. النهاردة هعمل معاكم صينية جلاش. ده الجلاش اعملها بالخضار. ده الخضار بتاعها طماطم، فلفل، بصل، جبنة لبش كريم، وبنحط معاها كاتشب في النص كده. بعد ما بندهن نص ورقة الجلاش بنحط ده في النص. ده الجلاش حلو جدا ده لو جبتوا منه. ماشي، زي ما انتوا شايفين كده انا فردت الجلاش وباخد بفرشه كده الزيت، زيت ذره، وبندهن زي ما انتوا شايفين. ان شاء الله هتعجبكم جدا وهتبقى حلوه. لكل اللي يجربها يكتب لي اذا عجبته او لا. بصوا انا حطيت معاكم الكاتشب، هندهن كده برضو بالفرشه كده 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 على طول. بسم الله ولا حول ولا قوه الا بالله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هنبتدي الخضار البصل الاول من تحت عشان ايه؟ هي بتاخد لها نص ساعه في الفرن. بصوا كده بعد ما خلصنا كل الخضار شايفين كده، ده الخضار. نحط بقى نص ورقه الجلاش الباقيه فوق الوش كده. هوريكم كمان. بصوا يا حبايبي كده بعد ما قطعناها هندخلها في الفرن. هتاخد معانا ربع ساعة بالظبط وهنطلعها. نعمل لها كوباية لبن كبيرة، مج كبير، مع بيضتين، ونقلبهم في بعض بشوية فلفل اسود كويس جدا. بعد كده بنروح حاطينها عليها ومخلينها تاخد بقى. بصوا بقى مع حبة بيكو باودر كده صغننين مع اللبن هتشوفوا حاجة خطيرة وهتعجبكم جدا. ويلا بالله عليكم بقى لايك وشير واشتراك للقناة، وكل اللي يشوف هيصلي على النبي. ارجع لكم ان شاء الله بعد ما تستوي. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا يا حبايبي كده الجلاش لما خرج من الفرن شايفين حاجه سهله وسريعه، وان شاء الله هتعجبكم بالف هنا وشفا. واللي يعجبه صينيه الجلاش بالخضار يعمل لنا لايك واشتراك للقناه ويشجعنا، وبالف هنا وشفا. ويا رب اللي يدوس لايك يلمس على الكعب ان شاء الله.